أنا صافي وده بودكاست بين السطور. أوقات بنقف قدام حاجة مش فاهمين إزاي بقت ترند فجأة، إزاي فكرة بسيطة، منتج عادي أو حتى جملة عادية تتحول لحاجة الكل بيتكلم عنها أو بيستخدمها. الأفكار اللي بتعيش مش اللي بتتقال، لكن اللي بتسيب أثر في العقل والقلب. مالكولم جلادويل صحفي ومؤلف كندي معروف إنه بيقدر يشرح الظواهر الاجتماعية والسلوك البشري بطريقة بسيطة وسهلة. مش محتاج تكون عالم عشان تفهمه. ليه؟ لأنه بيستخدم قصص حقيقية ودراسات علمية يقدر من خلالها يوضح الأفكار المعقدة بشكل عملي. كتاباته مش بس القراية، لا، ده بيعلمك أدوات عملية تقدر تفهم بيها الناس اللي حواليك، تساعدك في تطوير أعمالك، تساعدك في التسويق. أشهر كتبه The Tipping Point, Blink, Outliers، وكتابنا النهاردة هو The Tipping Point، نقطة التحول. كتابنا النهاردة مفيد لأي حد عايز يفهم إزاي الأفكار والسلوكيات بتأثر على الناس، أو إزاي المنتجات بتنتشر بسرعة كده. فلو أنت صاحب مشروع أو رائد أعمال وعايز خدمتك أو منتجك ينتشروا، هتعرف النهاردة تعمل ده إزاي. هتعرف مين الناس المؤثرة وإزاي تستخدم البيئة والسياق لصالحك. لو أنت من المسوقين وعايز تفهم إزاي الترندات بتظهر، أو أنت من القادة والمديرين، هيفهمك إزاي تأثيرك على فريقك مش بس بالقرار، لكن بالناس الصح والبيئة المناسبة. لو أنت كنت صانع محتوى زي حالاتي كده وعايز فكرتك أو محتواك يوصل أكبر عدد من الناس، الكتاب ده بيديك قواعد عملية للانتشار. أي حد مهتم بالسلوك البشري أو علم النفس الاجتماعي هيفهم ليه الناس بتتصرف بطريقة معينة، وليه أحيانا بيحصل تأثير كبير من أفعال صغيرة. باختصار كده، أي حد عنده فكرة، محتوى، مشروع، أو حتى عادة كويسة عايزها تنتشر حوالين الناس، ده الكتاب اللي هيخليك تفهم السر وإزاي تطبقه. جلادويل بيقول لنا إن انتشار أي فكرة أو منتج مش بيحصل صدفة، في قواعد وقوانين بسيطة محدش واخد باله منها، وعلى الرغم من إن التفاصيل دي صغيرة بس قوية بتخلي أي حاجة تنتشر بسرعة. وبيسمي اللحظة دي The Tipping Point، يعني نقطة التحول. جلادويل بيقول إن في 3 قوانين عشان أي فكرة تنتشر. أول قانون سماه قانون القلة، The Law of the Few، يعني مش كل الناس ليهم نفس التأثير، في ناس ليهم قوة كبيرة في التأثير، وده اللي بيحدد مصير الفكرة أو المنتج. وهنا يا صديقي جلادويل بيقسم الناس ل3 فئات. بيقول الناس يا إما connectors، يعني موصلين، ناس دول بقى علاقتهم واسعة جدا، هتلاقيهم بيعرفوا ناس في كل المجالات، مجرد كلامهم أو توصيتهم ممكن ينشر الفكرة بسرعة. تاني فئة هي الميفنز، يعني الخبرة. والله أنا أول مرة أعرف الكلمة دي. ناس عندهم معرفة كبيرة وبيحبوا يشاركوا المعلومات، الناس بتثق فيهم، فلو نصحوا بحاجة الكل بيسمع. تالت فئة سيلزمن، البياعين. دول ناس بقى عندهم قدرة إقناع قوية، يقدروا يخلوك تحب الفكرة حتى لو بسيطة، طريقة عرضهم تخلي الناس تتفاعل بسرعة. تاني قانون هو قانون قوة السياق، The Power of Context. البيئة اللي حوالينا والموقف اللي بنكون فيه بيأثروا على تصرفاتنا أكتر بكتير ما أنت متخيل. يعني مثلا حاجات زي نظافة الشوارع، القوانين، سلوك الناس حواليك، كل ده ممكن يقلل أو يزود الظواهر اللي بتحصل في المجتمع. جلادويل بيقول إن سلوكنا مش بس بيتأثر بشخصيتنا، لأ، أوقات بيكون انعكاس للبيئة اللي حوالينا. وبيحكي مثال ممكن يكون غريب شوية. في الثمانينات نيويورك كانت غرقانة في الجريمة، لكن لما بدأوا ينظفوا الشوارع ويشيلوا الكتابات اللي على الحيطان ويصلحوا العربيات المركونة، الجريمة بدأت تقل بشكل كبير.
التغييرات الصغيرة في المكان أو التوقيت ممكن تخلق تأثير ضخم، بتغير سلوك الناس من غير حتى ما هم ياخدوا بالهم. مش دايما القوة الكبيرة هي اللي بتغير، أحيانا السر في إنك تغير السياق الصح. تالت قانون بيسميه The Stickiness Factor، عامل الالتصاق. عشان أي فكرة أو منتج ينتشر لازم يكون في حاجة تلزق في دماغ الناس. مش كل فكرة سهل تنتشر، في أفكار بتحتاج اللمسة اللي تخليها ما تتنسيش، الناس تفتكرها وتبتدي تشاركها مع غيرها. فاكرين برنامج سيسيمي ستريت؟ البرنامج ده علم الأطفال الحروف والأرقام بطريقة لزقت في دماغهم، فالمعلومة بقت سهلة وممتعة ومتكررة. نفس الفكرة في الحملات الكبيرة، لو الرسالة مش لازقة في مخنا هتفشل مهما كانت قوية. عشان كده بيستخدموا التكرار والتفاصيل الصغيرة والمشاعر الحقيقية، دي الحاجات اللي بتخلي الفكرة تعيش. طب ممكن أفهم كده هو ده هيفيدنا في إيه؟ لو عرفت يا صديقي مين المؤثرين حواليك وفهمت دورهم، استغليت البيئة الصح، خليت فكرتك لازقة في مخ الناس، ساعتها أي رسالة أو منتج ممكن يوصلوا لنقطة التحول بسرعة جدا. طب عشان فكرتي توصل أعمل إيه يعني ببساطة كده؟ فهميني. ركز على القلة المؤثرة حواليك، بيسموهم ساعات الانفلونسرز. ظبط السياق والبيئة اللي الناس فيها. البيئة أوقات تأثيرها أقوى من الكلام نفسه، يعني ممكن تقول نفس الجملة مرتين، مرة الناس تقبلها ومرة يرفضوها. الفرق مش فيك، الفرق في السياق اللي اتقالت فيه. فمثلا لو عايز الناس تتفاعل مع فكرة جديدة في الشغل، ما تجيش بقى تقولها والناس مضغوطة وعندها شغل كتير. ولو بتتكلم عن نقطة محتاجة حل في علاقة، اختار وقت كده يكون هادي، مش وقت توتر. كلمة بسيطة في جو غلط ممكن تولع، لكن نفس الكلمة في جو هادي ممكن تصلح. يعني لما نتكلم نظبط السياق، معناها كده بالبلدي حضر الجو اللي يخلي فكرتك تتسمع مش تتهاجم. لأن في الغالب الناس مش بترفض الفكرة، الناس بترفض الطريقة اللي تقدمت بيها. خلي دايما فكرتك لازقة في الدماغ، ساعتها حتى أبسط فكرة ممكن تتحول لترند. وبكده أي فكرة بسيطة ممكن تتحول لترند لو استخدمت القواعد 3: القلة المؤثرة، الفكرة اللي بتلزق، السياق الصح. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أمثلة عملية زي الرقم السحري 150، خليكوا فاكرين الرقم ده، السنيكر اللي كسر الدنيا، والسلوك اللي بينتشر زي العدوى زي جلادويل معلمنا بالظبط.